هل يجوز ما يفعله اللاعبون من سجود على الأرض بعد تسجيل الهدف شكرا لله؟ كلام كثير قيل في هذا الموضوع، لكنني أقول بإذن الله تبارك وتعالى فإن السجود لا يحتاج أبدا إلى وضوء ولا إلى تكبير ولا إلى تسليم. المهم الإنسان حينما يأتيه خبر يفرح، مصلحة تحققت أو مصيبة صرفها الله أو مفسدة أبعدها الله، فالإنسان يسجد شكرا لله. أما هذا لاعب فيقول بعض هذا لاعب فقط، لكن كان لاعبا بسيطا. أما اليوم فهو يعطي صورة بإذن الله للمتدينين، وأن المتدين ليس متزمتا، وأن صورة المؤمن إذا سجل الكرة في اللعب يسجد، ففي ذلك ترويج لصورة الإنسان الذي يترب وجهه للحي القيوم، وهذه بإذن الله أفضل من تلك العلامات التي كان يفعلها غير المسلمين.